صعبان عليا الاستوديوهات التحليليه لماتش الزمالك وحرس الحدود. طب حلو في ايه؟ هو في حاجه تتقال؟ ماتش فاضي بمعنى الكلمه، لا جمهور ولا ملعب ولا تصوير ولا اخراج ولا كوره. نظريا عشان منظر قصاد العالم الزمالك نازل بطريقه 4-2-2، ودي اخر حاجه حصلت ان فريق الزمالك نزل الملعب. ده لو اعتبرنا ان بيترو سبورت ملعب اساسا. الزمالك نازل يلعب باتنين راس حربه. طب واخبارهم ايه؟ يعني الفرقه شكلها ايه بعد ما الكابتن لعب براسين حربه صراح نزولا على رغبه الجماهير وانا اولهم؟ يعني كل شيء مستقل بذاته. اتنين راس حربه من غير صانع العاب، منتظر منهم ايه؟ هري واستهلاك كهرباء على الفاضي طبعا. طب يا جماعه عشان ما اضيعش وقتكم، الشوط الاول بدأ خلاص، عرفت منه بدأ، وسنة الحياة كل اللي له اول له اخر، فبالتالي الشوط الاول خلص، عرفتوا منه خلص، شكرا. هو ده ملخص الشوط الاول. وعشان ارضي ضميري وما نظلمش كابتن محمد حلمي، لسه الزمالك بيلعب الكورنرز بطريقه كابتن ماجد. طالما مبسوط ماشي يا عم، احنا كل اللي يهمنا انك تبقى اخر انشكاح وتولع اي حاجه تانية. وبعد الشرح المستفيض ده لاحداث الشوط الاول، وبما ان الكابتن حلمي واقف على الخط الصراحه ومش قاعد، فاكيد هيتصرف بين الشوطين بكام تغيير يقلب بيهم المصيبه السودة دي. عمل ايه محمد حلمي في بدايه الشوط الثاني؟ ولا حاجه. والله زي ما بقول لكم كده، ولا حاجه. كابتن حلمي شاف ان التشكيل وطريقه الشوط الاول لازم تاخد فرصتها الشوط الثاني، واول محاوله واول شوطه على الجون للزمالك في الماتش بعد 50 دقيقه. والظاهر ان حلمي بدا يحس، خير اللهم اجعله خير، ان في حاجه غلط بعد 20 دقيقه من الشوط الثاني، فنزل ايمن حفني مكان ابراهيم صلاح، وستانلي مكان باسم، وبعدهم بسيكا شيكابالا مكان مصطفى فتحي. واحد يقول لي انت هتوجع دماغنا، انجز. ايه اللي حصل في الشوط الثاني عموما يفرق عن الشوط الاولاني؟ ارد عليه واقول له لو ما شفتش الشوط الثاني فانت ما فاتكش اي حاجه، وكويس انك اتشغلت في حاجه مفيده. خلاصه الشوط ده فيه انفراد ضايع من حفني قبل ما يلطش واحده راجع من دفاع الحرس قصاد ال 18 يصعد بيها بالزمالك لدور الثمانيه، ويبقى على محمد حلمي لاخر المباراه. انما بعد الماتش مفيش حاجه مضمونه. الطريقه والاسلوب والتشكيل والافتكاس في الاختيارات اللي بيلعب بيهم الزمالك من مباراه السوبر لغايه دلوقتي ممكن تكسبك ماتش 2-3 بالصدفه او بالعافيه، لكن الاكيد انها ما تجيبش بطولات، وهتختم بكارثه. امتى ومع مين الله اعلم، بس جايه. وافتكروا كلامي، بذكريات زمالك 2005 وانت طالع لغايه 2014، الماتش ده وحش قوي يا جماعه، وحش قوي، وحش. حسبي الله ونعم الوكيل.